واش كتشوفوا ان حركه جميع الديمقراطيين اللي عطات البام وانهم كونوا النواه ديالهم من حقوقيين والناس اللي خدموا في مجال حقوق الانسان، عاونات هذا التكوين اللي خلات السي وهبي يخاطب الناس باللغه اللي غيفهموها وبالقوانين وبالمراسيم، وخلات ان اللغه ديالو تكون واصله ومباشره. وشكرا. لا الا شكرا بغيت ساموراي، الله يحفظك وينجيك ويسجيك. شكرا جزيلا الاخ ساموراي. بعدا القشابه ديال حقوق الانسان، وانا متفق معك 100%، لانه ملي تيكون شي واحد عاس عليك وهذا تيولي غير مالك مزغب وتيتابك بماك مزغب، ما اي حاجه، اي حاجه غيبغي يلصقها فيك، درتي مزيان ولا درتي الخايب. وهذه هي ديك المقوله ديال علي بن ابي طالب رضي الله عنه، تيقول لك رضا المتعنت غايه لا تدرك. شي دابا اللي باغي اللي متعنت معاك ما حاملكش، راه اللي درتيها ما غترضيهش، يعني ما تتقلب ترضيه راه ما تضيع وقتك، ما تقلبش ترضي هذا النوع كاع نهائيا. المغرب كيعال كيدبر، والتدبير كيوقعوا فيه الاخطاء، والمشاكل كاينه، والمغرب كيعترف بمشاكله، والعلاقات الدوليه فيه كلها هي مجال ديال المشاكل. الدول اللي هي ناضجه وبعقلها كتحاول تلقى الحلول للمشاكل، ما تستثمرش في المشاكل. المشاكل غتوقع وكاينه. والحاله ديال العلاقه بين المغرب وبين اسبانيا فيها الكثير من المشعلات، ولا من هذا من المشعلات ديال التوتر كاينه موجوده، بما في مقدمتها الوضع ديال الاحتلال ديال الاراضي المغربيه اللي غادي يخلي دائما هذا التماس المفتعل قائم وموجود. فلذلك هاد القشابه ديال حقوق الانسان كيف ما قلتي راه كيلبسوها فاش ما بغاو. اللي دارها المغرب ديما هو مدان، ديما هو متهم، وحتى حد ما كيبغي يتهم اسبانيا. وانت عطيتي مثال ديال 2006 واطلاق الرصاص وحوادث اللي وقعوا كثارين، وهذا ما تيبغوش حتى واحد ما يبغي يتهم اسبانيا، ولكن في المغرب يوليو كلشي تيهضروا المغرب وحقوق الانسان مع حقوق الانسان. هذا لانه المغرب ديما هو التهم واجده موجوده جاهزه، خاصها توقع شي حاجه، والتهم موجوده والتفسيرات موجوده ونظريات المؤامره موجوده وكل شيء موجود. لانه اللي عنده هذه النفسيه وهذه الذهنيه هو ما محتاج باغي لا يحلل، ما باغيش يدير الانصاف، ولا باغي يكون نزيه، ولا باغي يحاول يقلب على الاسباب الحقيقيه. ربما هادو جوج نقاط اللي الان تكلمت عليهم. الحادثه ديال هذه كتشبه ماشي غير هذه الحوادث ديال السنه، كيشبهوا جميع الحوادث اللي دازوا من 2006 ل 2021. جميع الحوادث اللي دازوا كيتشابهوا، الفرق كيبقى غير في التوقيت والاسباب ديال كل مرحله. الاسباب والمسببات ديال كل مرحله كتختلف، لانه كاين دوك الحلقات الدقيقه. هذه الحادثه اللي وقعت هذا العام فريده من نوعها، علاش؟ لانها ارتبطت بواحد التحركات دارتهم الدوله في اسبانيا من ابريل، مجموعه ديال السياسات وديال التوجهات اللي داروا اللي خلوا الاندفاع توقع بهذاك الشكل، اضافه للتوقيت اللي اختاروه المقتحمين. اختاروا واحد التوقيت اللي هو توقيت صعيب. المغرب عنده احتفالات ديال عيد العرش، هذا راه ماشي سهل. الدوله باكملها كانت في الفنادق، يعني كتكلم الدوله كامله، يعني راه حفل الولاء هذاك، وعنده رمزيته وعنده ثقله وعنده وضعه، والاحتفال ديال الامه ماشي تا ديال غير ديال الدوله، الاحتفال ديال الامه باكملها. وهذاك الوضع ديالو الخاص كيخليه يكون محاط بواحد المجموعه من التدابير امنيه اللي ما خاصش يوقع مشكل موازي، ما خاصش يوقع شي حاجه حداه ولا قريبه ليه ولا في اي مكان اخر. لانه الا تبغي دير واحد التدبير لهذاك النهار ولا في هذيك 24 ساعه، تخيل معايا مثلا على سبيل المثال نوض مثلا هذاك النهار المغرب او لا قبل منه واحد 24 ساعه راه بدا يدير واحد التحركات امنيه باغي باش يوقف الشباب ولا يوقف الناس اللي باغيين يجيو يهاجروا. كان لو وقع لنا بحال الجزائر، لو وقعت شي مواجهات وتراشق بالحجاره ولا شنو، انت كنت كتوجد الاحتفالات ديال العرش كي غدير ليها؟ تخيل اش كانوا غيقولوا هادو اللي كيهضروا دابا على المغرب، اش كانوا غيقولوا؟ علم الله شكون غيكونوا قالوا؟ شحال ديال المتربصين، شحال ديال مرضى النفوس، شحال كانوا غيقولوا؟ بالعكس المغرب يتقن جيدا العمل الامني، كيعرف جيدا الامن، وماشي شي حد اللي معاودين ليه كاس مضرب بشي مقله في شي بلاصه غادي يجي يوري الاجهزه الامنيه ويوريهم شنو يديروا. ثانيا المغرب وشنو هو مجبر يدير سياسه بحال هذه باش لا تعود اسبانيا يتكبوا عليها الناس وهي جالسه توجد لهم في الاسباب من ابريل. انت كتوجد في الاسباب وكتشجع الناس على الهجره، وساعه الصفر غادي تكون ديال الاقتحام وديال هذا، انت كتعرفها وكتشوفها وكتتبعها وكتبان لك في الوسائل وكيبان لك شبكات تجنيد خدامين، وبغيتي المغرب يخلص يدفع الفاتوره من امنه ومن استقراره في ظرفيه هامه عنده اللي كيحتفل فيها باحتفالات عندها هذه الاهميه وعندها الثقل. فاذا المساله معروفه، يعني المحركات ديال هذه الواقعه كتختلف على المحركات ديال الوقائع السابقه، وكتقاطع معهم بطبيعه الحال في الواقع الاجتماعي، وكتقاطع معهم في الوضعيه ديال التماس الحدودي المفتعل اللي ما خاصوش يكون اصلا.
اسبانيا في اوروبا، ما خصهاش تكون في افريقيا. لو اسبانيا قال راه كيما قالوها بعض الامريكيين، قال لك لو اسبانيا بقات في اوروبا هاد المشاكل ما تكونش. انت جالس عندي في افريقيا دابا حتى لي ارضي ديالو جالس عندي هنا، وبغيتي هاد المشاكل ما يوقعوش، وفوق من هادشي كتشجع الهجره وكتسلي مشى عندك كديري الوراق، وفي نفس الوقت انا بغيت تدفعني الفاتوره الامنيه والفاتوره كذا، وانا كنقول لك راه عندي وضع اجتماعي حارق، عندي مشكل، عندي 13% ديال البطاله، وعندي هو ولادك واحد الفرق عندي بين عندي سرعتين في البلاد تقولها لك الدوله على مستوى في خطب ملكيه. راه حنايا كنتقاتلوا كنديروا في الاستثمارات وكنبنيو البنيه التحتيه وكنديروا، ولكن راه المواطن البسيط عندنا مازال ما واصلوش هادشي، وتيقولها والي بنك المغرب قبل منا بايام قليله، راه المواطن المغربي ما واصلوش هادشي، راه عندنا مشكل الدوله تعترف به، كنقلبوا على الحل، كلنا كنقلبوا على الوصفه اللي غنخرجوا بها من التعقيد اللي حنا طايحين فيه. وبالتالي تجي نتايا في هذا الشيء كله تلصقوا في موضوع واحد، اذا المساله ما عندها حتى شي علاقه. بخصوص كل الديمقراطيين، حركه كل الديمقراطيين والتجربه السياسيه ديال الوهبي، شو وهبي بعدا قبل ما حركه الديمقراطيين، وهبي راه نشا سياسيا وتكون سياسيا في واحد المدرسه من المدارس الثقال ديال السياسه اللي هو حزب الطليعه. حزب الطليعه الديمقراطي الاشتراكي راه من الاحزاب اللي ماشي حزب عادي، حزب يعني الناس ديال الطليعه واللي كيعرفوا السياسه وتيعرفوا الاحزاب في المغرب وتيعرفوا، من اكثر المناضلين ولا من اكثر الناس ديال الاحزاب اللي كاينين في المغرب اللي كيطيروا مع الطيور، جنون في السياسه، ما الناس ديال الطليعه اللي تيعرف الاحزاب تيعرف هذا الشيء. اللجنه الاداريه ديال الاتحاد الاشتراكي سابقا. فلذلك الرجل هو اساسا عنده واحد التجربه، راه ماشي معاود يعني هو مسيس جدا. ملي دخل التجربه ديال الحركه اللي كل الديمقراطيين وموراها البام وغيره، هذه التجربه اكيد جايب معاه الماضي ديالو، جايب معاه تجربته وجايب معاه الماضي ديالو. انما دابا راه كنتكلموا ثاني على واحد السنوات، الرجل تحاك ودخل دوالي بالدوله